الإحساس بالقفلة. الإحساس بالقفلة ده أصعب إحساس ممكن توصل اللي قدامك ليه، وفي الآخر بترجع تندم وتلوم اللي قدامك برضه، وما بتشوفش أخطائك ولا بتشوف أنت وصلته لإيه. الشخص اللي اتقفل ده هو شخص مش زعلان، شخص مش محتاج إنك أنت ترضيه أو تشوف هو موجوع من إيه، هو عدى مرحلة الزعل بكتير. الشخص اللي زعلان منك مستني إن هو يعاتبك وتعاتبه، تتكلموا فتوصلوا لحل، مستني إنك تراضيه، في فرص ليك قدامه. لكن الشخص اللي اتقفل ده شخص قفل كل الفرص ما بينك وما بينه، ما وصلش لمرحلة القفلة دي من فراغ، لا، وصل لها بعد تراكمات كتير من الوجع، من الخذلان، من إحساسه بأن العلاقة دي فشلت تماما وأنه ما عندوش أي استعداد أن هو يحاول فيها. أوقات كتير بنسأل نفسنا هو احنا عملنا ايه؟ احنا كتير قوي بنأذي وبنجرح وبنكسر في اللي قدامنا من غير ما نحس. أوقات كتيرة قوي الشخص اللي قدامك بيبقى مستني انك انت تيجي تراضيه، تيجي تحسسه انك انت غلطت في الحتة الفلانية وان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. كام موقف انت بتبقى عديته وكنت مستني ان اللي قدامك ده يحس بغلطه ومحسش بغلطه. كام وجع انت مريت بيه من الشخص اللي قدامك، الشخص اللي اذاك، الشخص اللي وجعك، الشخص اللي كسرك، هو مش حاسس ان هو بيعمل ده، وانت عمال تعدي موقف ورا التاني ورا التالت. من كتر التراكمات لقيت نفسك ان انت واصل لمرحلة خلاص انت مش قادر تشوف اللي قدامك. هي الفكرة مش انه آه انت مستني فرصة علشان تتكلموا، لا، هو مش مستني اصلا ان هو يتكلم معاك، هو مش مستني ان هو يعاتبك، هو مش مستني ان هو يديك فرصة، لان هو بالنسبة له الفرص انتهت، فرصك معاه انتهت. هو شايف ان هو استنفذ كل طاقته معاك، فما بقاش فيه قدرة ولا قوة ان هو يبذل مجهود تاني معاك، هو مش محتاج يصلح، هو ما بقاش شايفك، هو لا حبك ولا كرهك، انت بالنسبة له وجودك زي عدمه. ده احساس صعب، بني ادم مش بيوصله في لحظة، مش بيوصله نتيجة مشكلة ولا 2 ولا 3، دي بتبقى تراكمات سنين جواه متحوشة، وكل مشكلة مر بيها ما اتعالجتش من جواه. كل مرة بيقول معلش اصبر، معلش ادي فرصة، معلش احاول، معلش يمكن يحس بغلطه، وفي كل مرة الغلط بيكبر والوجع بيزيد والاذى بيكتر من اقرب الناس ليك. ما تستهونش ان الشخص اللي قدامك لما بينجرح قوي وبيتوجع قوي ما بيبقاش قادر ان هو يسامح وما بيبقاش قادر ان هو يعدي. ما تلوموش على ردة فعله، لوم نفسك على اللي انت وصلته ليه، وما تحاولش انك انت تحاول تصلح العلاقة دي وتقعد تبعت كل الناس اللي تقدر انك انت تخليهم يتوسطوا، لان ده مش هينفع، ده مش هينفع. الكلام ده لو هو زعلان منك ولا واخد على خاطره، ده بني ادم وصل لمرحله شايف ان العلاقه دي ما بقاش فيه حيل انه يبذل فيها مجهود تاني، ما بقاش شايف ان فيها فرصه اصلا للاصلاح، ما بقاش فيه جواه مشاعر تخليه ان هو يبقى على العلاقه دي. انت خليت البني ادم ده فاضي، خليت البني ادم ده مش قادر يشوفك، خليته يستنفذ كل قوته معاك وكل قدرته على التحمل وعلى الصبر وعلى الفرص اللي كان بيديها لك. البني ادم ده بقى خالي وخاوي من المشاعر، من الاحساس، من كل حاجه حلوه كان بيديها لك وهو راضي، دلوقتي ما بقاش قادر يدي اي حاجه، انت فضيته تماما. فما تلوموش، لوم نفسك، شوف انت وصلتوا للدرجه دي ازاي. الكارثه ان انتوا بتاذوا اللي قدامكم وما بتبقوش شايفين انتوا عملتوا فيهم ايه. حتى لما بتلاقوهم اتوجعوا واتكسروا واتغيروا انتوا بتلوموهم مش بتلوموا نفسكم، علشان مش قادرين تشوفوا عيوبكم. بصوا لو للحظه واحده البني ادم بيتغير ليه وازاي. مفيش بني ادم بيتغير من الفراغ، مفيش بني ادم بيتغير لان هو عايز يتغير. كل بني ادم فينا مليان مشاعر وعواطف وحب واحاسيس كان نفسه يديهم للشخص اللي قدامه، بس الشخص اللي قدامه ما ادالوش حاجه، ما ملاش التانك الخزان دوت، الخزان اللي المفروض انك انت تملاه، انت فضيته ما كنتش بتملاه. فما تجيش تندم وتلوم نفسك لما تيجي تبقى بتفتح الحنفيه عشان تنزل لك ميه وتلاقيها فضيت. طب ما انت ما عبيتهاش، هتنزل لك ايه؟ انت خلصت رصيدك من الفرص، خلصت رصيدك من كل حاجه. ما تجيش تلوم اللي قدامك بعد ما وصلت لمرحله من عدم الفرص، مرحله من الاستغناء التام وعدم لوم نفسه حتى على ان هو مش قادر يديك فرص تانية. اللي وصل للمرحله دي واخد القرار ومخلص، هو بيحاول ان هو يعني يدي لنفسه امل رغم ان هو عارف ان ما فيهاش فرص. فما تلومش نفسك ولا تلوم حد
غير نفسك. لوم نفسك وبس، ما تلوموش هو، ما تلوموش هو، لوم نفسك على اللي انت وصلت اللي قدامك ليه. ولا انتوا رايكم ايه؟